وينضم إلينا من الرياض المحلل العسكري اللواء الدكتور زايد العمري. دكتور زايد، مرحبا بك معنا. في السؤال الذي يتكرر كلما اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخا باليستيا، لماذا يتم انتظار الصاروخ إلى حيث اقترابه من هدفه؟ لماذا يعترض في آخر لحظة؟ لماذا لا يعترض من لحظة دخوله للأجواء السعودية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحييك أخي خالد وأحيي متابعيك على قناة العربية. وفي الحقيقة أريد أن أوضح شيئا من التفصيل حول عملية إطلاق الصواريخ البالستية. الصواريخ البالستية لها 3 مراحل. المرحلة الأولى والثانية لا يمكن أن تتعرض لها قوات الدفاع الجوي، وهي على النحو التالي: المرحلة الأولى مرحلة اختراق الغلاف الجوي، وهي من نفس نقطة انطلاق الصاروخ، وحددت دوليا بأنها 100 كيلو. ينطلق خلالها الصاروخ من قاعدته بطريقة مستقيمة إلى السماء ويخترق الغلاف الجوي، وهذه المرحلة لا يمكن لأي قوات دفاع جوي أن تتعامل مع الصاروخ في هذه الحالة. المرحلة الأخرى هي مرحلة الطيران، ومرحلة الطيران هي خارج الغلاف الجوي، والدفاع الجوي مجرد ما ينطلق الصاروخ يستقبل الدفاع الجوي من رادارات القيادة والسيطرة العامة إنذار أن هناك صاروخ انطلق. إذن جميع وحدات الدفاع الجوي في المملكة العربية السعودية تكون جاهزة بدرجة معينة، وحينما يأخذ الصاروخ في المرحلة الثانية البالستي التي هي مرحلة الطيران والتي تعد خارج الغلاف الجوي، يمكن تحديد المنطقة التي سيتجه إليها. بالتالي نحن في الدفاع الجوي نخفف من وضع كثير من الوحدات، وتبقى الوحدات التي في المنطقة أكثر جاهزية واستعدادا لاستقبال الصاروخ البالستي. يستمر هذا الصاروخ البالستي إلى المنطقة التي يصل إليها، وهو يطير بشكل أفقي خارج الغلاف الجوي، والوحدات التي في الطريق ويظن العامة من الناس أنه يمكن أن تتعامل مع هذا الصاروخ، لا يمكن أن تتعامل مع هذا الصاروخ لأنه خارج مدى هذه الصواريخ وخارج الغلاف الجوي. وهنا يتم ما يسمى بمعركة النجوم التي لا يملكها إلا الولايات المتحدة إن كانت ستملكها. هنالك سؤال فني ثاني. هي مرحلة توجه الصاروخ. نعم. تفضل. اسمح لي أن أستكمل المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة هي مرحلة السقوط باتجاه الهدف. السقوط باتجاه الهدف يسلم الآن الصاروخ البالستي من رادارات القيادة والسيطرة العامة التي تشمل جميع منحاء المملكة العربية السعودية لرادارات الدفاع الجوي الخاصة بالبتريوت المتواجد حاليا في المملكة العربية السعودية. هذه الرادارات هذه المسافة تصل إلى 100 كيلو، لكن رادار البتريوت يستطيع أن يتعامل مع هذا الصاروخ وأن يقفل عليه وأن يكون جاهز للرمي من 80 كيلو متر ونص. يبقى الصاروخ يحدد كم عدد الصواريخ التي يمكن أن يطلقها الدفاع الجوي، وأين نقطة الالتقاء المناسبة التي يمكن أن يدمر فيها الصاروخ البالستي، وبالتالي تتم إطلاق الصواريخ المضادة لصواريخ الباتريوت وتستقبل الصاروخ البالستي في المدى المسموح به لهذه الصواريخ للوصول إليه وتفجره وتدمره في نفس المكان. واسمح لي أن أقدم تحية لزملائي في الدفاع الجوي الذين أسقطوا 79 صاروخ لم تستطع وصول إلى أهداف.